بصي، شايفة الحبيبات البيضة دي؟ هتعرفي سرها واحنا شغالين مع بعض في الوصفة. شايفة القوام التقيل ده؟ ركزي معايا. ركزي معايا في المعلقة اللي انت شايفاها دي، قد ايه هشة وتنكسر بسهولة. كلكم عارفين المعلقة دي بتيجي مع الوجبات الجاهزة وقد ايه هي ضعيفة، ومع ذلك هي بتقلب الجل بمنتهى المرونة والسلاسة. بصي، طب ركزي في اللمعة بقى والقوام والشفافية اللي انت شايفاها دي. الوصفة دي هنعملها بمنتهى السهولة وبجودة عالية جدا، وهنعمل تجربتين. تجربة في أول الفيديو سهلة وبسيطة، وتجربة صعبة شوية في آخر الفيديو لو حابة تكملي معايا للآخر. معانا 2 كيلو من الجل بجودة عالية جدا، بشفافية ما شاء الله بتتكلم عن نفسها، وريحة عطرية حلوة قوي. بصي بقى، الوصفة سهلة جدا وهتعمليها بمنتهى السهولة. تابعي معايا الخطوات والتزمي باللي أنا هقوله علشان تتأكدي من جودتها. لما تطبقيها تأكدي على كلامي. عندي كلمتين هقولهم لك النهارده ومحتاجه منكم رد عليهم ضروري ضروري ضروري، والا الموضوع هيفرق معانا في حاجات كتير قوي في الايام اللي جايه دي. بصي الجمال، وبصي اللزوجه، وبصي السلاسه والمرونه، برغم انه جل تقيل جدا ومركز. بصي جيلي. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمله ازاي. بس الاول شوفي معايا التجربه اللي بقولك عليها سهله وبسيطه، وركزي بقى. معظمنا بيحتار في الشرابات دي، هي مشكلة معظمنا بيعاني منها. بس بعد ما عرفنا الصابون البلدي ونفذناه وطبقناه وشفنا قوته في النظافة، هون علينا الموضوع شوية. خصوصا لو ولادكم بيلبسوا شرابات فاتحة، أبيض يعني، ولو غمقوا شوية يبقى رمادي أو حتى بيجات. أنا خدت فردة واحدة وأحط عليها جزء من الجل وهغسلها. بس بصي، أنا كده بهزر معاها، مش بدعكها جامد يعني، يعتبر كده بزغزغ. فهتنضف وانت هتشوفيها دلوقتي نطفت قدامك. الفردة التانية بقى انا مش هحط عليها جل خالص، انا هغسلها في المية اللي غسلت فيها الفردة دي، وبرضو هتنضف وهتشوفيها قدامك. هتخشي بقى في تعليق ظريف كده، تقولي لي انت عملت ايه يعني؟ انت اخترعت الذرة؟ هقولك لا، انا ما اخترعتش الذرة. اصبري معايا لاخر الفيديو، هوريكي حاجة اصعب هننضفها بالجل ده، برضو مشكلة بتواجهنا كلنا في مطبخنا وبتكون صعبة جدا. بس كملي معايا الفيديو للآخر عشان تشوفي بنفسك. ادي الفردة الأولى نطفت زي ما انت شايفة كده. تعالي بقى نشوف الفردة التانية. زي ما بقولك مش هحط عليها جل خالص، هغسلها في المية دي. يعني هنا التركيز قليل جدا، وبرضو فردة الشراب هتنضف. وادي النتيجة قدامك. تجربة بسيطة وسهلة، الأصعب في آخر الفيديو. ركزي معايا بقى في قوام الجل اللي احنا عاملينه النهارده. الجو خلاص بقى حلو قوي كده، تقدري تعملي اي جل من الصابون البلدي باي تركيز انت عايزاه، من غير ما تخافي انه يكتل منك او يمخط. بصي ما شاء الله، تحس انه بينزل قطع كده لكن في نفس الوقت سلس ومرن جدا. يلا ندخل بقى نعمل الوصفه كده بالراحه وبسهوله، وركزي معايا في الخطوات، وبرضو ركزي معايا في الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم لك النهارده. يلا بينا. السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. فاكرين المسحوق اللي احنا عملناه؟ فاكرين الخلطه دي؟ فاكرين ان احنا قسمناها جزئين، جزء ناعم وجزء خشن؟ الجزء الخشن ده خلص خلاص، هلكته كله في تنظيفات العيد. باقي معايا الكميه الصغيره دي، هاخد منها حوالي كوبايه كبيره، وهنزل عليهم بكيس من البريكس البودر. وطبعا اللي شاف الفيديو وتابعه معانا عارف ان الخلطه نفسها فيها كميه من البريكس ده. هنزل عليهم هما الاتنين بعد ما اخلطهم مع بعض كده الاتنين بميه سخنه بتغلي، ضروري اوي تكون الميه سخنه بتغلي. بصي بقى، انت بتضيفي الميه وتقلبي. مع التقليب بتسمعي صوت الحبيبات بتاعه البريكس في اخر البوله كده، زي ما يكون ملح او سكر او رمل بيدوب معاكي وانت بتقلبي. حاولي على قد ما تقدري تقلبي. لو فضل معاكي جزء ما دابش عادي جدا، هيبقى موجود في الجل اللي هتعمليه ويديكي مفعول اثناء استعماله على طول. زي ما شفت معايا في اول الفيديو، الحبيبات كانت على وش الجل كده باينه قدامك وظاهره. طول ما انت بتضيفي الميه وبتقلبي بيحصل فوران زي ما انت شايفه كده. استمري في التقليب، بعد شويه الفوران ده هيهدى وهيكون الشكل مختلف خالص. انا هوريهولك دلوقتي البوله من تحت لفوق كلها عباره عن فوران. بعد كده بيصفى زي ما انت شايفه كده تدريجيا، واحده واحده. بيبقى جل تحت وفوق رغوه بتهدى لوحدها.
لحد ما هتبقى في الاخر لو نفختيها كده بنفسك هتطير. بتبقى هشة جدا زي ما انت شايفاها كده قدامك، لكن في تحتها جل. بس الملحوظ بقى في الوصفة دي ان الجل ده قوامه خفيف، على عكس اي جل بنعمله من الصابون البلدي لما بتضيفيله مية سخنة بيكون خفيف، بعد ما يبرد ويهدى بيبتدي يتقل. هنا بالعكس، القوام خفيف والرغوة هش خالص. انت لو سبتيها لوحدها هتختفي. انا هحاول كده بالمضرب اقلبها مع الجل وهتلاحظي معايا القوام خفيف قوي. هنا بقى هضيف اضافة تانية، وهي دي اخر اضافة. الوصفة سهلة وما فيهاش اضافات كتير، عشان الناس اللي بتجري الفيديو خلاص عرفت الوصفة اتعملت ازاي، تقدر بقى تطلع من الفيديو براحتها. بس ما تجيش تكتب لنا تعليق تاني ان الوصفة ما بتنضفش وان الوصفة عملتها وفشلت معاها، هيكون حضرتك السبب، ما كملتيش الفيديو للاخر. انا هنا ضفت الجل كيس بريكس جل وكيس اوكسي وقلبت، وهتلاحظي معايا وانت بتعملي الوصفة دي اول ما تضيفي الاضافة دي هيديكي قوام بسيط شوية، يعني هيبتدي يتقل معاكي، لكن مش زي اي وصفة تانية عادية. بعد كده بقى هزود مية سخنة. كل ما هتزودي مية سخنة الغريب بقى ان القوام هيبتدي يتقل، على عكس اي جل بنعمله من الصابون البلدي كل ما بنضيف له مية سخنة بيبتدي يخف، لكن هنا بيتقل. هتستمر في التقليب وهتلاقي بقى في فوران بيحصل تاني في البولة كلها زي ما انت شايفة كده. بعد شوية يدوب عدى ساعة خلاص بيبتدى يصفى ويهدى، والرغوة بتطلع تاني على الوش. زي ما بقولك كده خفيفة جدا. انا هشيلها بسهولة علشان خاطر اكمل بس معاكي الفيديو، لكن انت لو سبتيها هتختفي لوحدها. هبتدي بعد كده، شايفة انا مش هرميها، انا هستعملها برضو في الصابون البلدي وكل الوصفات اللي بنعملها منه ما بنرميش اي حاجة. بعد كده حد الجيل ده تقليبة وهسيبه بقى يبات للصبح، وانتوا شفتيه معايا في اول الفيديو. بصوا بقى خلاص كده الوصفة خلصت، فاضل الكلمتين اللي هقولك عليهم. الجل ده تحفة، والوصفات اللي انا بقدمها لك كل وصفة بتكون اقوى من اللي قبليها، لكن للأسف انا مش لاقية تفاعل يساوي المجهود اللي انا بعمله او قيمة الوصفة اللي انا بقدمها لك. لو انا ضيفة تقيلة على قلبكم وخلاص ما بقيتوش بتستفيدوا مني بأي حاجة، وخلاص بقيتوا متمكنين قوي في تصنيع الصابون البلدي، قولوا لي انا اخف عنكم شوية. انا ما بحبش اكون ضيفة تقيلة. اما لو انتوا كسلانين فده لي وضع تاني، رد الفعل هيكون عكسي. طبعا انا هيجيلي احباط وهقلل الشغل طبعا معاكم، وترجعوا تاني تقولوا لي يا ريتك تنزلي وصفات كتير. فانا مش شايفه ان ده رد فعل طبيعي وتفاعل يناسب المجهود اللي انا بعمله معاكم. بص بقى، طبعا كلنا بيواجهنا المشكله دي، الحروق اللي بتكون في عيون البوتاجاز نتيجه اي دهون جت على العيون دي، ومع درجه الحراره والسخونه بتبقى حروق. فاحنا المفروض هننضفها بسلك في العادي، لكن احنا هننضفها بالليفه الخشنه دي وهتنضف وتبقى زي الفل. قولوا لي ايه رايكم في الكلمتين اللي انا قلتهم. بحبكم جدا، مستنيه تعليقاتكم. شكرا والسلام عليكم.